السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحمد مدحت من فون فور يو، وده برنامج فون فور يو ديسكشنز. إيه برنامج فون فور يو ديسكشنز ده؟ برنامج فون فور يو ديسكشنز هو برنامج حواري. هنفتح الباب إن إحنا والفانز نتناقش على موضوع معين نحدده، ننزل بوست على الصفحة، نستقبل تعليقاتكم وحواراتكم ونقراها هنا ونقول رأينا معاكم. تقدر تبعت لنا رأيك في فيديو 30 ثانية على صفحتنا، أو تبعت لنا رأيك في تسجيل صوتي وهنحطه في الفيديو ده. أول موضوع النهاردة نزلناه من يومين على الصفحة واستقبلنا نقاشاتكم وتعليقاتكم، هو كان موضوع عن لو انت رايح تشتري موبايل جديد ايه أولوياتك وبتهتم بإيه وتبص عليه في الموبايل ده. وجات لنا مجموعة من التعليقات. قبل ما نقرا التعليقات هنقول لكم بعض الحاجات في الموضوع ده. طبعا احنا من خلال خبرتنا بقالنا سنتين عم بننصح الناس تشتري ايه. بيجيلنا عدد من الناس هم متقسمين. بيجيلنا ناس بتهتم أول حاجة بالمواصفات على الورق، مش مهم الماركة ايه، مهم هي تشتري احسن موبايل في الفئة السعرية اللي هي رايحة تشتري فيها. ناس تانية بتيجي تهتم، هي محبة لماركة معينة زي سوني مثلا، فعاوزة موبايل ب2000 جنيه، تروح تشتري موبايل ب2000 جنيه سوني، مهما كان مواصفاته أقل من التانيين مش مهم. فريق تالت بيروح يشتري موبايل على أساس توفره في السوق، أو أكترية الناس بتشتري موبايل مثلا فبيروح يشتروه، وده غالبا بيروح يشتروا سامسونج مثلا. وبرضه في فريق رابع بيهتم اكتر بيه، مثلا لما يشتري موبايل، الموبايل ده بعد هيجي يبيعه بعد سنة مش هيلاقي له آه، بيعة او بيعته هتخسر. هيجي بيبص برضه على الاكسسوارات، مش هيلاقي اكسسوارات كتير، مش هيلاقي قطع غيار كتير. كان معانا اول واحد هو احمد جمال، بيقول لما جبت ويندوز فون اخترت الدعم، ولما جبت ايفون اخترت الدعم هو الاهم. رأي أحمد جمال طبعا رأي كويس. الدعم اللي هو التحديثات شيء كويس جدا، ومن أحد عيوب آم، شركات كتير زي هواوي زي سامسونج، إنها هواوي بالذات بتتأخر في كل التحديثات بشكل غير مقبول خالص. سامسونج ما بتهتمش غير بموبايلات معينة زي فئة الاس وفئة النوت، وبرضو التحديثات بتتأخر. أغلبية شركات الأندرويد مش بتهتم بكل الموبايلات بتاعتها، بتنزل موبايلات كتير وفي الآخر بتهتم بس بالفلاج شيبس. بينما في ويندوز فون بنشوف ان الدعم مكمل لكل الاجهزه من اول اصغر واحد لاعلى واحد. برضه ايفون العدد بيبقى يعني العدد القليل اللي عندهم من التليفونات دي بيحدثوها كلها في وقت واحد، وده شيء كويس. احمد عبد الرحمن بيقول بالنسبه لي انا بشتري اي ماركه، بس لازم يتوفر في الموبايل حاجتين: بطاريه قويه والكاميرا عاليه. بس سيبك من اي ماركه. رأي كويس برضو، وده رأي صائب. احنا شايفين ان اي حد رايح يشتري حاجة يبتدي يفكر بالشكل ده. حدد انت عاوز ايه، معاك كام، اشتري على اساسه. عمرو محمد بيقول على حسب الفلوس، الواحد محتاج حاجة حنينة في نفس الوقت عملية. الصراحة الخيارين دول مش بلاقيهم غير في الويندوز فون تحت 2000 جنيه. لو عليت عن 3000 جنيه 2000 3000 جنيه بجيب اندرويد. رأي كويس. ناس كتير بتعمل الموضوع ده، ان شايفة ان لسه اندرويد تحت ال2000 جنيه مواصفاته مش كويسة، فبتشتري ويندوز فون عشان ما بيعلقش. الا ان دلوقتي بقى في هواتف كتير اندرويد تحت ال2000 جنيه زي هواوي اونر 4 اكس وهواوي جي بلاي ميني. كل الحاجات دي بقت كويسة وما بتعلقش. احمد عبد المعز بيقول لو هشتري موبايل غالي فلاج شيب يعني هشتري اندرويد، بس مش سامسونج عشان كرهتها. مش اي موبايل وخلاص، المهم يكون عيوبه اقدر استحملها. اهم حاجه في الموبايل الاداء ثم الكاميرا الخلفيه. لو هشتري موبايل رخيص تحت ال2000 جنيه هشتري ويندوز من مايكروسوفت، يهمني الاداء يكون مناسب والكاميرات. اما عن ابل فالنظام بتاعها جميل، سريع، سرعه، حمايه، سهوله، لكن الفاليو فور ماني مفيش خالص. بحس ان فلوسه حرام. بس هما كاميراتهم جميله وادائهم عالي وبيعجبني، بس النظام كلوزد حبه، والموبايلات غاليه قوي بغباء. ده احمد معز بيقول كده. ورأي احمد معز بيمشي مع ناس كتير في ان هو عاوز موبايل تحت 2000 جنيه بيروح يشتري مثلا ويندوز فون. طبعا مش كل الناس بتتعمل كده، لكن ده رأيي زي ما قلت قبل كده، ان لا، اندرويد دلوقتي بقى في حاجات حلوة تحت ال2000 جنيه زي هواوي جي بلاي ميني وهواوي اونر 4 اكس. حاجات ما بقتش تعلق وبقت ادائها كويس، ويعني الكاميرات هي لحد ما كويسة بالنسبة لسعرها. فمش ويندوز فون بس، كمان سامسونج تقريبا هي احسن حاجة ليها النوت والاس. فلو انت تشتري فلاج شيب لا، فكر في سامسونج. سامسونج كويسة في الفلاج شيبس. عمر مصطفى بيقول آه، إمكانيات ثم إمكانيات، بشرط أن ينحصر في سوني هواوي، وملناش دعوة بسامسونج. ناصري الفكر والانتماء، يقول على حسب اللي أنا محتاجه.
بحوش تمنه عشان ما اشتريش حاجة وارميها. حابب الويندوز فون لانه هيلبي احتياجاتي، بس مستني حاجة كويسة تنزل من مايكروسوفت. فكر كويس انك ما تحددش سعر، تحدد انت عاوز احتياجات ايه وعلى اساسها تحاول تجيب السعر ده. فكر كويس جدا ويخلي الموبايل يقعد معاك فترة اطول. حاجة جديدة من مايكروسوفت، استنى في 2015 حاجات كويسة في شهر 9. عمر عبد الفتاح بيقول انا بشتري احسن حاجة بالفلوس اللي معايا، هغير التفكير ده وهختار ماركة الجهاز الاول حاجة بسبب الضمان مش منتشر، ولما ببيعه سعره بينزل التلت ومش سهل تصلحه بره الضمان. اكبر عيب بنواجهه في مصر ان اي تليفون غير سامسونج بتروح موبايل يبوظ تدور في المحلات مش هتلاقي اي تصليح ليه غير في التوكيل، والتوكيلات بتبقى غالية جدا. ناس كتير موبايل بيبوظ شاشة بتتكسر يطلب التوكيل بيطلب سعر يجي نص سعر الموبايل. الناس طبعا بترمي الموبايل بسبب الموضوع ده. غير الحاجات العجيبة برضو ان في الفترة الأخيرة مايكروسوفت بقى الناس متلاقيش أصلا قطع الغيار في التوكيل ذات نفسه. محمد إيهاب بيقول بص بصراحة معظم الناس هنا في مصر بتشتري على حسب الفلوس اللي معاها، على حسب الفلوس اللي معاها بشوف ايه أحسن حاجة يقدر يجيبها المبلغ ده، لكن برا مصر بيفكروا في الإمكانيات قبل أي حاجة. صح. محمد حمادة بيقول الحجم والأناقة، وده خلاني اشتري اتش تي سي وبعدها حسيت حجمه كبير بعته وجبت سامسونج زي عامة الشعب. هنج لقيته متداول بزيادة، قمت اجرب ويندوز فون لقيته جميل ولقيت المناسب ليا 730 بس هغيره، واول اولوياتي البطارية والكاميرا والانترنت، بس للاسف مفيش حاجة مناسبة وخايف اشتري من الجديد اللي بينزل لان كله عيوب وفي نفس الوقت مفيش حاجة امكانياتها عالية نزلت. والحقيقة ان مش كل حاجة جديدة نزلت فيها عيوب. مايكروسوفت لحد دلوقتي ما نزلتش حاجة نظيفة. نقدر نقول كل الموبايلات في الفئة الرخيصة وتقريبا مفيش عيب غير في 535، هو بس اللي كان فيه عيب التاتش. 640 العيب بتاع النقطة الصفراء حاجة بسيطة جدا موجودة في بعض الناس مش موجودة عند كل الناس، ما تقدرش تعتبر ان ده عيب كامل، لكن بقية التليفون كويس، لكن هي فعلا ما نزلتش حاجة نظيفة لحد دلوقتي. منى احمد بتقول البراند وشكل الموبايل، بس انتوا اقنعتوني اغير سوني البراند اللي بعشقه. في كتير ممكن نكون بنحب براند معين، لكن بتيجي انا مثلا معايا 2000 جنيه مش البراند ده مش موجود، يعني ما فيهوش حاجه حلوه، مفيش مانع ان انا اشتري موبايل تاني من مكان تاني. مصطفى سيكتور بيقول ما بيفرقش معايا الماركه، اهم حاجه الفاليو فور ماني، مش بتفرق معايا الاكسسوارات او الضمان، لازم يكون اندرويد ويكون مدعوم من المطورين. احنا كفون فور يو لما بنيجي نحط دليل الشهر هتلاقي ان اول حاجه بنهتم بيها هي الفاليو فور ماني. فاليو فور ماني يعني القيمة مقابل المال. الموبايل ده هدفع الفلوس دي هاخد اللي انا دفعته ولا مش هاخد اللي انا دفعته؟ في موبايلات كتير تدفع فلوس على الفاضي فملهاش لازمة. فكر كويس. كمان ان اندرويد يكون مدعوم للمطورين ده شيء مهم جدا. عمر جابر سليمان يقول ايه فايدة اجيب تليفون من دون اكسسوارات وقطع غيار؟ افرض التليفون وقع مفيش لا قطع غيار ولا حاجة، يعني الاكسسوارات بتتدبر من موقع سوق زي الكفر والواقي للشاشة، مش لكل التليفونات بس الفلاج شيب، اما سامسونج وايفون هتلاقي وين في اي مكان. كاسبر مايو بيقول انا بشوف الاول ايه اقصى مبلغ هدفعه وعلى اساسه بحدد احسن موبايلات في الفئة السعرية في كل انظمة التشغيل اللي موجودة، عشان بحب اجرب انظمة كتير، وكمان بشوف الموبايل اللي اعلى من اللي استقريت عليه والموبايل اللي اقل منه بدرجة عشان لو حصل حاجة معرفتش اجيب اللي عاجبني، وكمان بشوف رأي الناس فيه اللي بيفهموا في التقنية زي البيدج بتاعتكم وكام بيدج تانية كده، واكيد بشوف تقريبا معظم الريفيوهات اللي اتعملت على الموبايلات ده من مواقع محترمة ورأي الناس فيه. ده فكر كويس جدا ان انت لما تروح تشتري حاجة هتروح تشوف الناس بتقول ايه عليها، شوف رأي الناس، شوف رأي صفحات التقنية، شوف رأي المواقع، رأي الريفيورز. محمد بيقول الكاميرا والبطارية هم اللي بدور عليهم في أي موبايل، بعد كده مش مهم أي حاجة تانية. كل واحد بيشوف احتياجاته، كل واحد ليه احتياجاته طبعا، ما نقدرش نفرض رأي على حد. كده يكون خلصنا تعليقاتكم وحواراتكم على موضوع ايه أولويتك وانت بتشتري موبايل، وتشتري موبايل على أي أساس. كانت حوار حلو. استنونا في الحلقة الجاية. ما تنسوش تبعتوا لنا فيديو برأيكم 30 ثانية لو عاوزين، ما تنسوش تبعتوا لنا صوت لو عاوزين 30 ثانية، أو تشاركونا في الكومنتات تحت الفيديو. اعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لو عجبك. شكرا جدا.